الاحتلال التركي. يسقط الاحتلال التركي. Kami nurun lah kah? Apa salah? باسم الشبيبة الثورية وبذكرى 45 لتأسيس حزب العمال الكردستاني، نهنئ ونبارك لشعوب الإنسانية جمعاء بهذه الذكرى التي تؤكد على الاستمرار في الكفاح والنضال لتحرير الشعوب من بطش الأنظمة الاستبدادية والفاشية، وعلى رأسهم الدولة التركية، حيث لم يعد يخفى على العالم أجمع الطبيعة الإجرامية للنظام التركي ممثلا بحزب العدالة والتنمية. دولة الاحتلال التركي التي صقلت إجرامها هذه المرة من خلال استهداف المنشآت الحيوية والبنية التحتية المسخرة لخدمة الأهالي، واستهدفت القوات الأمنية والعسكرية التي واصلت الليل مع النهار لحماية العالم أجمع وليس سوريا فقط من خطر تنظيم داعش الإرهابي، ذلك التنظيم الذي تحاول تركيا بشتى السبل إعادة إحيائه وبث الروح فيه. بدأ ذلك جليا من خلال استهداف مراكز حماية مخيم الهول الذي يأوي آلاف من مرتزقة داعش، وسهلت بهذا الاستهداف هروب العديد من العائلات داعش. تركيا حاولت ولا تزال تحاول ضرب مشروع الإدارة الذاتية وضرب الأمن والسلم الأهليين في شمال وشرق سوريا، وتسخر كل إمكانياتها وحيلها وإجرامها في سبيل ذلك. نقول للعالم يجمع إن الإرهاب واحد ومصدره واحد، ألا وهي الدولة التركية التي استقطبت آلاف من المرتزقة من شتى أصقاع الأرض منذ بداية الأزمة السورية، وضربت على أراضيها وقدمت لهم كافة أشكال الدعم اللوجستي، وفتحت حدودها لهم ليدخلوا إلى سوريا ويعيشوا فيها بسادة وتدميرا وتقتيلا لأهلها، وصدرت الإرهاب الأسود إلى العالم أجمع بعد ذلك. خلال سنوات الأزمة السورية بات واضحا أن هدف الدولة التركية هو تنفيذ أجنداتها في سوريا، ومع الأسف فإن كل هذا على حساب الدم السوري ولقمة عيش السوريين. من هذا المنبر ندين ونستنكر استمرار الجرائم التركية بحق الشعوب السورية وعلى الأرض السورية، ونقول ونؤكد للعالم أجمع أننا صامدون وسنقاوم الاحتلال التركي وننصت لشتى الهجمات جوية كانت أم برية، فسلاحنا العزيمة وذخيرتنا الأسرار والتآخي بين الشعوب، وندعو دول العالم بالوقوف على مسؤولياتها تجاه الشعب السوري، وخاصة روسيا التي كانت تضامن في اتفاقية مناطق خفض التصعيد التي تم الاتفاق عليها في العام 2019 والتي التزمت بها قوات سوريا الديمقراطية من جانب واحد، فيما لم تنفك دولة الاحتلال التركي بارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين والآمنين ومحارتهم بلقمة العيش. عشتم وعاشت سوريا حرة موحدة طاهرة من رجس الإرهاب والاحتلال، عشتم وعاشت ثورة شعبنا، عشتم وعاشت قوات سوريا الديمقراطية الطبقة في 27/11/2022. عاشت قوات سوريا